يا أهلا وسهلا ويا صباح السعادة ويا مساء السعادة وكل شيء فيه سعادة حرفيا لكل المتابعين وكمان المستمعين. حياكم الله في بودكاست أنا هنا. هذه ثاني حلقات هذا البودكاست، وما أكذب عليكم لما أقول لكم أن هذه الحلقة أصعب بكثير من الأولى. ليش؟ لأني أشي أوصل مشاعرنا لبعض، أشي نحل المشاكل ونفكر بإيجابية، بس بنفس الوقت لازم ان احنا نحتاج ان احنا ولو بشكل بسيط نفضفض شوية، نخرج مشاعرنا المدفونة والمكبوتة بداخل قلبنا، وكمان لازم نخرج التنهيدة اللي بقلبنا. انا عبد الغني التركي، واليوم حنتكلم عن تنهيدة. كل واحد مننا في بداخله تنهيدة، كل واحد مننا تنهيدته غير عن الثاني. تنهيدتك انت ممكن تكون من وجع عزيز عليك، من مشكلة ملازمة بحياتك، من أشياء كثيرة جدا بتختلف أكيد مني إليك إلى أي شخص. في تنهيدة تجي بعد ضحكة، وفي تنهيدة بتجي بعد جرح عميق، في تنهيدة بتجي بعد فقد حد عزيز أو بعد تذكر موقف معين، أو يمكن لما تكون تتكلم مع حد وضايقك وما تشي إنك تجرحه. شفتوا كيف تختلف التنهيدة من شخص لآخر؟ بس صدقني الوجع عند الكل وبدرجات مختلفة. اليوم أنا ما جيت عشان أضايقك أو أقلب مواجع، بس أشتي أقول لك إنه تنهيدتك اللي ما حد حاسس فيها أنا وصلتني بالحرف الواحد. وما بقول لك تكون قوي ولا تسمح للضيق إنه يسكن صدرك وإنك لازم تنسى ومدري إيش من هذا الكلام المرتب والمنمق، بس أنا جيت أقول لك إنه بعد تعبك هذا بيجي الفرج. ربنا ما بيتركك بمنتصف الطريق، خذها مني، ربنا كريم وما في أكرم ولا ألطف منه صدقني، بس خلي ثقتك فيه. مرة من المرات صديق لي قال لي: يا عبد الغني أحمد الله على عملك كويس وبسيط، ومش هذاك اللي يحتاج مجهود إضافي ومجهود بدني، في معك وقت فراغ وإلى آخره من المميزات. بعكسي تماما أنه عملي صعب ومرتبط وعلى باب الله ويوم فيه ويوم ما فيه ومتعب جدا وإلى آخره من المواضيع اللي تكلم فيها. أنا سكت قليل، جلست أفكر بالكلام اللي قاله والمقارنة اللي هو سواها أساسا. صح كلامه، بس يمكن هو باين له الظاهر، مش عارف إيش اللي مخبى. الأهم من هذا كله إنه أنا مؤمن بشيء، وأتمنى إنه أنت كمان تؤمن بهذا الشيء وتستوعبه كويس. ربنا لما يعطيك شيء أو لما أعطاك شيء ثقيل أو فوق قدرتك أو بتشوف إنه جهد إضافي عنك، ربنا مش من فراغ أعطاك هذا الشيء، هو بس عارف طاقتك وقدرتك على الاستحمال، وعارف إنك بتستحمل التعب هذا. ربنا بيعدل ما بين عباده، وربنا عادل ما بين كل العباد. مثلا عملي أنا كويس، بس غير عملي هل أنا بأتم الراحة النفسية؟ ممكن ربنا أعطاني شيء وأخذ عني أشياء كثيرة، أنت كمان ممكن ربك أعطاك شيء وأخذ أشياء كثيرة عنك. الشاهد من القصة هي أنه لازم أن احنا نقتنع ونرضى بقدر الله، وأنه ربنا أحن علينا من أنفسنا. نرجع شوية لموضوع التنهيدة. التنهيدة هذه اللي بقلبك، اللي يمكن مش قادر انك تبينها لأحد عشان ممكن انه يستهزئ فيك ويستصغر الموضوع، وهنا انت اللي بتاكلها وبتزيد تضايق اكثر واكثر. التنهيدة اللي ممكن بسببها حياتك موقفة ومش قادر انك تنجز شيء او تمارس شيء بحياتك الطبيعية. طبعا السبب هي تراكم التنهيدات بقلبك، وكل ما تخرجها قدام أحد ممكن يضحك عليك. خليني أقول لك شيء، أنت يمكن جربت يوم تحكي لحد عن الضيق اللي بقلبك وكنت منتظر منه أنه يطبطب عليك ويواسيك، بس تفاجأت أنه رجع يحكي لك عن مشكلته هو، وأنه مشكلته الأصعب منك، ونسى مشكلتك خالص ونساك أساسا مشكلتك. صدقني مهما كان الشخص عزيز عليك، بس مثل ما أجلس أقول دائما، اللي يده في المي مش زي اللي يده في النار، وهذه حقيقة. ما حد بيحس فيك قد نفسك، ما حد بيشعر باللي أنت فيه قدك أنت. حتى الشخص اللي مر بنفس تجربتك وتعداها بيقول لك عديها مثلي، ليش ما أنا عديتها؟ أنت الوحيد اللي بتحاول وتحاول وتحاول، تفشل وترجع تواصل وتحاول وتحاول وتحاول، وتوصل لمرحلة أنه خلاص سيبوني لحالي، الدنيا دي مش سيعاني. يمكن وأنت تسمعني الآن بتحس بكل كلمة بنقولها. ممكن أنت الآن تنهدت من قلبك. طيب تعال نسوي شيء أنا وأنت، هذا الشيء بيخرج طاقتنا السلبية ونتنهد من قلبنا كده تنهيدة واحدة، تنهيدة ممكن نحن نخرج فيها كل مشاكل السنين والتراكمات اللي تراكمت علينا. تعال ناخذ نفس عميق، شهيق وزفير،
جرب هذا الشيء، أنا جربته فترة من فترات حياتي ونفعني جدا. عملية الشهيق والزفير اللي ممكن أنت بتحاول أنك تاخذ النفس من داخل المكان اللي يوجعك. إذا كان قلبك بيوجعك حاول أنك تخرج النفس من داخل قلبك. إذا كان أي عضو بيوجعك حاول أنك تخرج النفس منه. اتهيأ أنك بتخرج النفس منه. ركز معايا كويس باللي أقوله، ولكن قبل ما تركز معايا حاول أنك تفعل 3 مرات شهيق بعدين زفير بالراحة عشان تركز بالكلام اللي بقوله كويس لأنه مهم جدا. اعتبرني شخص عانى كثير من هذه الحياة. اعتبرني عايش نفس شعورك. تعبك وضيقك وشعورك وحياتك ما حد لهم دخل فيه، ولا حد بيقدر يعدل حياتك غيرك. لما تشوف لك قصص الناجحين وكم حاولوا ونجحوا ووصلوا لحلمهم تقول أوف ما شاء الله سووا هذا كله. يوم اخرج كذا وامشي بالشارع، ركز على كل شخص، بتشوف كل واحد بشكل. في ناس تضحك وداخلهم وجع كبير، وفي ناس تكافح برغم كل شيء، في ناس مش لاقية لقمة العيش. فكر بنفسك شوية وبسألك أسئلة وأنت جاوبني عليهم بصراحة. لما توصل لمرحلة كبيرة من الضيق والتكدر والهم قل إيش اللي بيصير معك؟ لما تمرض ويجي لك مرض مزمن بسبب اللي أنت فيه، من بيساعدك إلى آخر لحظة وما بيتعب ويفلتك بنص الطريق؟ لما تحزن وقلبك يوجعك من اللي بيحس فيك؟ صدقني عارف إجابتك كويس. بقول لك شيء وأتمنى أنك تفهمني. أنت لما تحزن أنت اللي بتوتجع، وأنت اللي بتتدمر، أنت اللي صحتك النفسية بتأثر حتى على صحتك البدنية. ما بقول لك شوف لنص الكوباية المليان وكلام التنمية البشرية، لا، بقول لك شوف إيش قال الله تعالى في محكم كتابه: إن مع العسر يسرا. في هذه الآية خير عظيم جدا، إذ فيها البشارة لأهل الإيمان بأن الكرب نهاية، مهما طال مدتها للكرب نهاية، وأن الظلمة بتحمل في أحشائها الفجر المنتظر. الحالة من التعاقب ما بين الأطوار والأوضاع المختلفة بتنسجم مع الأحوال النفسية والمادية لبني البشر، واللي أساسا بتتأرجح ما بين النجاح والانكسار والإقبال والإدبار. كمان بتنسجم مع صنوف الابتلاء اللي أساسا هو شريعة الحياة وميسمها العام. قد بث الله تعالى في هذه الآية في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، حيث رأوا في تكرارها تأكيد لوعد الله عز وجل أنه الأحوال بتتحسن. في الآية إشارة بديعة لو نركز إلى اجتنان الفرج في الشدة والكربة، مع أنه الظاهر أنه الرخاء أبدا ما يزامن الشدة وإنما يعقبها. يعني الراحة النفسية بتجي بعد المشاكل اللي أنت عانيت منها. عشان يطمئن ذوي العسر، وأيضا يبشروهم بقرب انجلاء الكرب. احنا اليوم أحوج ما نكون إلى الاستبشار بهذه الآية، برغم كل الأمور والمشاكل اللي بترافقنا بحياتنا، برغم كل الصراعات اللي بتصير في وطننا، لازم ان احنا نكون بنستبشر بهذه الآية بشكل كويس. أقول لك شيء أخير: غير فكرك وحياتك، لأنه أفكارك إذا كانت مسمومة بتعيش في حياة مليانة بالضغوطات النفسية. لو كانت أفكارك سليمة بتعيش في عالم فيه تجربة جميلة. طبعا في حكمة هندية تقول حسب ما أعتقد أنه أنت اليوم حيث أتت أفكارك، وستكون غدا حيث تأخذك أفكارك. التنهيدة اللي بقلبك خرجها لنفسك، وأول ما تشوف نفسك خرجتها وارتحت خلاص ارجع وخلي أفكارك سليمة. وبتكلم عن الأفكار السليمة بحلقة خاصة ومنفردة على هذا الموضوع بالتحديد. عزيزي وعزيزتي اللي بيسمع الآن بودكاست تنهيدة وبودكاست أنا هنا، التنهيدة اليوم كانت بمثابة تغيير لك، وهذه تنهيدة عشان بودعكم. بس عن قريب بلقاكم إن شاء الله في بودكاست أنا هنا وحلقات متجددة من هذا البودكاست. إلى اللقاء يا حلوين في الحلقة القادمة.